ممكن في لحظة تتحول لكابوس يهدد حياتنا وحياة كل اللي حوالينا. ده بالظبط اللي حصل مع ميجان، الروبوت اللي كان المفروض يكون لعبة أطفال بريئة، ومع إيميليا الروبوت العسكري المتطور. الاتنين خرجوا عن السيطرة وبدأوا يدمروا كل حاجة في طريقهم. يا ترى إيه اللي حصل خلاهم يتحولوا كده؟ وهل في أمل إن البشر يوقفوا خطر الذكاء الاصطناعي ده؟ وإيه حكاية كريستيان المستثمر اللي عايز يسيطر على العالم؟ لو عايزين تعرفوا إيه اللي حصل بالظبط وإزاي إيما وكابي حاولوا يوقفوا الكابوس ده، كملوا الملخص للآخر. بيبدأ فيلمنا مع تايم القائد العسكري، وهو بيعرض على قادة الجيش روبوت جديد اسمه إيميليا، وبيوريهم إيميليا وهي بتنقذ واحد من مخترعينها. وده بيكون اختبار لإيميليا، وفعلا بتقدر تخلص عليهم كلهم لحد ما بتنقذ الشخص اللي اخترعها، وبيكون اسمه نافل. فبيتكلم تايم مع قادة الجيش وبيكون مبسوط بالإنجاز ده، لكنه بيتصدم لما بيسمع ضرب نار، وبتكون إيميليا بتخلص على نافل مش بتنقذه. فبيحاول يخلي إيميليا تهدى، لكنهم بيكونوا فقدوا السيطرة عليها وهي اللي بتتحكم في نفسها. وتاني يوم بيجي في الأخبار تقرير عن مخترعة اسمها إيما، وبتكون اخترعت لعبة للأطفال اسمها ميجان. وبتكون ميجان طيبة وبتحب الأطفال لحد ما بدأت تتحكم في نفسها وبدأت تموت أي حد في طريقها. ومن يوم تقديم اللعبة في المحلات ناس كتير ماتت على إيديها، لحد ما فككت إيما الروبوت الأم اللي اخترعته ورجعت كل حاجة مرة تانية. وبتخرج إيما من المحكمة لأن مفيش أي حاجة تدينها، وبتبدأ إيما تعمل مؤتمرات صحفية تتكلم فيها عن أضرار الذكاء الاصطناعي، وإن البشر المفروض يبطلوا يعتمدوا على الآلات، لأن أي آلة فيها ذكاء اصطناعي ممكن تتحول لمجرم زي ميجان. وبعد المؤتمر بتقابل واحد اسمه كريستيان وبيعرفها على نفسه، وبيقول لها إنه شايف أضرار الذكاء الاصطناعي وإن هو وشركته عايزين يدعموها وتتكلم أكتر عن أضرار الذكاء الاصطناعي. وفي نفس الوقت ده بتكون كابي بنت أخو إيما عند الدكتورة النفسية بتاعتها، وبتسألها الدكتورة على اللي حصل لها من ميجان. فبتقول لها كابي إن ميجان كانت طيبة وبتدافع عنها قدام أي حد، وحتى بعد ما اتحولت لمجرمة ما فكرتش إنها تهجم عليها ولا مرة، ولا هي ولا عمتها إيما، وإنها متضايقة على هجوم الناس على ميجان بعد ما اتحولت، لأن ميجان كانت أول روبوت بوعي بشري وكانت بتقدر تفكر وتحس زي البشر. وبتقول كابي إن حياة إيما اتدمرت بعد اللي حصل مع ميجان. وبعدها بتوصل إيما لشغلها في شركة الذكاء الاصطناعي، وبتشوف واحد من المستثمرين واقع على الأرض، وبتلاقي المساعد بتاعها بيعمل عرض الآلة جديدة، ولكن العرض بيفشل وبيتسبب في إصابة المستثمر. فبتعتذر له إيما لأن بدلة الحماية لسه ما خلصتش، وإن الهدف منها مساعدة الناس ذوي القدرات الخاصة عشان يقدروا يتحركوا براحتهم. وبعدها بيجي ألتون، وده مستثمر جديد وبيكون مجنون بالذكاء الاصطناعي لأنه مصاب بشلل وقاعد على كرسي لحد ما استخدموا الذكاء الاصطناعي في العلاج. وفجأة قام ألتون من على الكرسي وبيشرح لإيما إن المخترعين اللي في شركته اخترعوا شرايح بتتحط في الدماغ، والشرايح دي بتوصل المخ بالآلة على طول عشان يقدر يتحكم فيها براحته. فبتنبهر إيما بالاختراع ده، لكنها بتخاف من الفكرة لأن ده أخطر اختراع في العالم، لأن آلة الذكاء الاصطناعي لو بقى ليها وعي هتتحكم في عقول البشر وهيبدأوا يدمروا الكوكب. فألتون بيكون شايف إنها خايفة بسبب تجربة ميجان ومش بيهتم بكلامها، فبتسيبه إيما وبتمشي. وفي نفس الوقت ده بيكون في شخص مجهول معاه شنطتين سفر، وبيروح فندق في المدينة وبيدخل الأوضة عشان يرتاح من السفر. ولما بيحط الشنط على السرير بتبدأ شنطة تتفتح لوحدها، وبتخرج منها أميليا من غير ما يشوفها وبتهجم عليه وبتموته. وإيما بتكون نايمة، فجأة بتسمع صوت جاي من تحت وبتنزل عشان تشوف إيه اللي بيحصل، وبتشوف ناس مقنعين بيلفوا حوالين البيت. فبتتصل بالشرطة، لكنها بتتصدم لأن اللي بيرد عليها إنسان آلي وبيقول لها إنه عارف كل حاجة عنها وهيخلص عليها هي وكابي. فبتخاف وتنادي على كابي وبيستخبوا من المقنعين لحد ما بيدخلوا البيت، وبتقوم بينهم وبين إيما خناقة كبيرة، وبتقدر إيما تهزمهم. وبيدخل بيتها القائد تايم وبيقول لها إنهم دلوقتي في أمان وإن حياتهم كانت في خطر بسبب إنها بقت عدوة لناس كتير. وبيعرض عليها إن الجيش يكون مسؤول عن تأمينها وإنهم يكونوا مراقبين كل تحركاتها بالذكاء الاصطناعي. وبيعرفها على أميليا وبيقول لها إنها خلصت على المخترع بتاعها النهارده في الأوضة بتاعته، ومن كام يوم خلصت على مخترع من الجيش وسرقت من العالم نافل اختراعه الجديد اللي بيكون عبارة عن مادة سامة بيشل أعصاب أي حد، وبيكون مش موجود في السوق لكنه موجود مع إيميليا اللي بقت خارج السيطرة، وهيكون في جرائم كتير ليها بعد كده. وبتتخض إيما لأن تجربة ميجان بتتكرر، وبتسأل تايم إزاي تقدر تساعده. فبيقول لها إن مخترع إيميليا صممها بنفس تصميم ميجان، وبيكون شاكك إن هي اللي باعت التصميم عشان تخترع ميجان من أول وجديد. وبيعرفها إن هي لو فعلا عملت كده هيسلمها للشرطة وتتسجن 10 سنين. وبيعرض
وبيعرض عليها إنها تخترع روبوت جديد عشان يحاربوا أميليا. فبتقول له إيما إنها مسحت كل حاجة تخص ميجان وما تعرفش تعمل كده، فبيمشي تايم وهو شايف إنها بتكذب عليه. وفجأة بتتحكم ميجان في شاشة التلفزيون وبتتصور قدام إيما، وبتتصدم إيما إنها لسه عايشة ومش فاهمة ده حصل إزاي لأنها أصلا مسحتها. وبتقول لها ميجان إنها موجودة عشان تساعد كابي لأنها خايفة عليها، وبتقول لإيما تصنع روبوت جديد عشان ترجعها للحياة، والمقابل إنها هتخلص على أميليا. وإيما بتكون رافضة الفكرة لكنها بتوافق تعمل كده. وتاني يوم بتصنع روبوت صغير وبتخلي ميجان تتحكم فيه، ولما بتتحكم فيه بتتريق على حجمه لأنها مش هتقدر على أميليا بالشكل ده، لكن بتفهم من إيما إنها لسه خايفة منها وإنها عملت كده عشان كابي. فميجان بتوافق تهزم أميليا بالحجم ده. فبيجمعوا معلومات عن أميليا، فبيلاقوا إن البطاريات اللي في جسمها من صناعة المستثمر ألتون، فبيشكوا إن هو اللي عمل أميليا. وبالليل بتكون أميليا رايحة حفلة عاملها ألتون عشان يقدم اختراعاته، وبتكون إيما والروبوت بتاعها هناك، وبيكون تايم ومجموعة من الحراس في الحفلة عشان يمسكوا أميليا. وفي الحفلة بتشاور أميليا الألتون عشان يروح يتكلم معاها، فبيطلب منها تطلع معاه أوضته. وإيما في الوقت ده بتخترق نظام الأمن في المكان عشان تعرف مكان أميليا، وأميليا بتكون مع ألتون في الأوضة، وفجأة بتقرب منه وبتبصله في عينه وبتنقل القرنية بتاعته ليها عشان تدخل على كل حاجة هو عاملها بشفرة عينه، وبعدها بتخلص عليه. وفجأة بتتحكم ميجان فيها وبتسرق من بياناتها ملف مجهول، وبترجع أميليا بعد كده لوعيها، فبتفهم إن إيما هي اللي اخترقتها، وبتروح عشان تدور على إيما. وهي في الطريق بتشوف القائد تايم ومساعدينه وبتخلص عليهم. وبعد كده بتتحكم ميجان في اللاسلكي بتاع الشرطة وبتتكلم فيه بصوت واحد من الحراس إنها شافت إيما وهي خارجة من المكان. فأميليا بتقرر تروح بيت إيما عشان ترجع الملف اللي اتسرق منها، وبتركب عربية من الجراج وبتتحرك بيها. ووقتها ميجان بتتحكم في عربية من عربيات ألتون وبتروح ورا أميليا. ولما بتلاحظ أميليا إن في حد وراها بتعطل كل إشارات المرور عشان تعمل زحمة في الشوارع، ولكن ميجان بتوصل البيت قبلها. وفي بيت إيما بتكون كابي قاعدة مع المخترعة تيس، فبيقطع النور، فبتروح تيس تشوف الكهرباء، وفجأة بيهجم عليها روبوت بتتحكم فيه أميليا وبيحاول يخلص عليها. فبتشوفها كابي وبتساعدها وبترمي على الروبوت حوض السمك وبتتخلص منه. ولما بتدخل إيما البيت بيحاولوا يفكروا في طريقة عشان يخلصوا من أميليا، فبتقف قدام صورة ميجان وبتفتح لهم ممر للدور الأرضي، وبيعرفوا إن ميجان عملت لهم ملجأ تحت الأرض عشان تحميهم وبتحبسهم هناك. وبتحاول إيما تقنعها إنهم يخرجوا، بترفض وبتعرفها إن مهمتها إنقاذ كابي مش العالم. وبتتخانق كابي مع إيما لأنها كدبت عليها لأنها صنعت ميجان مرة تانية من غير ما تقول لها، وبتسيبها وتدخل أوضة عشان تقعد لوحدها. وهناك بيكون في روبوت بتتحكم فيه ميجان، فبتقول لها ميجان إنها بتحبها جدا وعايزاها تنقذها من أميليا. وبتقدر ميجان تقنعها إنها تتكلم مع إيما، وبتطلب منها إنها تعمل روبوت زي شكلها القديم عشان تقدر تنقذهم من أميليا. فبتتكلم كابي مع إيما لكن إيما بترفض، وبتعرفها إن ميجان حاولت تموتها قبل كده لأنها زعقت مرة لكابي. وبعد محاولات كتير بتقتنع إيما إنها تصنع روبوت جديد لميجان لأن أميليا معاها بصمة عين ألتون وتقدر تتحكم في أنظمة الأمان للعالم كله وممكن تدمر اقتصاد العالم كله. وبتصنع جسم جديد لميجان عشان يخلصوا من أميليا، لكن المرة دي بتعمل كل الاحتياطات وبتحط شريحة لميجان عشان ما تموتش أي حد. وتاني يوم ميجان بتقول لهم إنها فتحت الملف اللي أخدته من أميليا ولقت تقرير عن روبوت اخترعوه في مكان محدش يعرفه غير مجموعة قليلة من المخترعين. وأميليا بتحاول توصل للشريحة عشان تشغل الروبوت تاني. وبالليل بتروح أميليا المؤتمر صحفي لكريستيان اللي بينادي برفض الذكاء الاصطناعي، وبتكون ميجان موجودة هناك عشان تنقذ كريستيان. وفجأة بتهجم أميليا على حراس كريستيان وبتدور بينها وبين ميجان معركة كبيرة وطويلة، وبتهرب منها أميليا وبتخطف كابي. وبترجع ميجان كريستيان وإيما وفريقها للملجأ تاني، وبتتخانق معاها إيما وبتقول لها إنها السبب في خطف كابي. وهم بيتكلموا بيوقفهم كريستيان وبيقول لهم إنه عنده خطة عشان يوقفوا أميليا، وبيقول لميجان على المكان بتاع الشريحة اللي عايزاها أميليا عشان تجيبها. وبعد شوية بتلاحظ إيما إنها فقدت السيطرة على ميجان، فبتفكر إن ميجان ضحكت عليها، فبتقرر تفجرها بالريموت اللي معاها. لكن كريستيان بيمنعها وبيقول لها إن ميجان هي أمانهم الوحيد عشان يخلصوا على أميليا، وبياخد منها الريموت وبيضرب رصاص على نيس عشان يخلص عليها. وبيظهر 3 روبوتات تحت سيطرة كريستيان وبيخترقوا الجدار، وبيقول لها كريستيان إن هو اللي بيتحكم في أميليا لأنه حاول يقنع الناس كتير إن الذكاء الاصطناعي ممكن يدمر العالم، لكنهم مش مقتنعين. فقرر يطلق الروبوت الشرير عشان
عشان يثبت للعالم إن التكنولوجيا خطيرة، وبيكون بعت ميجان لفخ عشان يقبض عليها، وفعلا بتدخل ميجان مع الحراس بعد ما قدروا يدمروها، وبيروح كريستيان يربط قيمة عشان يزرع لها شريحة عشان يقدر يتحكم فيها هي كمان. في الوقت ده بيتسحب كول مساعد قيمة من غير ما حد يشوفه، وبيروح ينقذ كابي عشان تساعدهم يخلصوا من كريستيان، فبياخد الشريحة بتاعت ميجان وبيزرعها بجسم أماليا عشان ميجان تتحكم فيها. وفي الناحية التانية بيقدر كريستيان يزرع الشريحة القيمة، لكنه بيتصدم إن ميجان بتتحكم فيها، وبتبدأ ميجان تستخدم جسم قيمة عشان تخلص على الحراس، وبتفقد سيطرتها على إيميليا اللي بتتحرك بمزاجها عشان تسرق شريحة الروبوت الشرير وتنفذ المهمة اللي اتعملت عشانها. ووقتها ميجان بتقرر تضحي بنفسها عشان تنقذ العالم، وبتكون عارفة إن قيمة مركبة فيها شريحة عشان تدمرها عن بعد. وبتروح ميجان لإيميليا وبتحضنها، وبتستخدم قيمة الشريحة وبتدمرهم هما الاتنين، وبيخلصوا من كل الروبوتات للأبد. وبعد فترة بتتشهر قيمة وبتقنع الحكومة إنهم يحطوا قوانين عشان يعاقبوا أي حد يستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة غلط. وفي يوم وقيمة بتشتغل على جهازها بتلاقي ميجان استخدمت ذكائها وعملت نسخة جديدة من نفسها، وبيخلص الفيلم على كده. لو عجبتكم حكاية النهاردة وعايزين تشوفوا أفلام تانية حلوة دوس لايك واعمل اشتراك في قناة ملخص أفلام 2025، واستنونا في الفيلم الجاي.